السلام عليكم، أهلا أصدقائي، أهلا بيكم في فيديو من فيديوهاتنا وجولة جديدة وفيديو جديد في الوكالة يوم الأحد. زي ما انتم شايفين كده، دي فرشة أحمد زيزو، دي فرشة مميزة جوه جراج الوكالة. الناس عارفاها وبتروح تشتري من عندها. زي ما انتم شايفين كده، الناس ما شاء الله عمالة تقلب وتشتري. الحاجات دي فيها تيشيرتات وبناطيل وشرطة. أي قطعة من هنا ب250 جنيه. في ممكن ناس تستغلها، بس لا، مش غالية ب250. لو هتشتروها من التوكيل هتشتروها غالية جدا. وعنده الباركود بتاعها على التليفون بالموديلات بتاعتها. يعني دي حاجات كويسة. ليها طبعا باركود، والحاجات دي بتبقى في التوكيلات. زي ما انا قلت بتبقى غالية. انتوا هتروحوا وهتشوفوا ان، بصوا القطعة بالتيكت بتاعتها. الحاجات دي جديدة. الحاجات دي بقى مش عارفة بتيجي من الدول العربية ولا بتيجي منين، الله أعلم. بس الحاجات ديّة زي ما أنتم شايفين كده البناطيل، القماشة بتاعتها جامدة. حتى التيشيرتات بتاعتها، لو التيشيرت تحس القماشة بتاعته خفيفة، بس لأ، الخامة بتاعتها مش بالخف القماش ولا بتقله، ده بالخامة بتاعة الmaterial بتاعة الحاجة. وزي ما قُلت ليها باركود وليها الموديلات بتاعتها على التليفون. والناس كانت بتشتري زي ما أنتم شايفين كده. وفي جواكت اهيت الجاكيت. يعني الجاكيت اللي زي ده ب250 جنيه، ده غالي؟ مش غالي طبعا. يعني متوفر عليه مثلا بنطلون، آه، بنطلون لونه او اسود، هيبقى جميل جدا برضو. ينفع خروج، وينفع بيتي، وينفع مشاوير جنب البيت برضو. والناس اللي بتحب الحاجات الرياضية، الناس بتوع الرياضة، ممكن يروح ياخدوا من هناك كذا قطعة بسعر ما جابش سعر قطعة من اللي بيجوها من التوكيل. انتوا عارفين طبعا الملابس الرياضية بتبقى غالية، ما بتبقاش رخيصة. فالفرشة دي هتوفر جامد. بصوا الناس كانت بتشتري، انا مش عاوزة اجيب الناس طبعا. وهتشوفوا معايا برضو فرشة بنات تاني برضو. بصوا الفرشة دي برضو مميزة برضو في الوكالة. هما بصوا كذا، يعني ايه، كام فرشة كده. الحاجات جديدة بالتيكت بتاعتها، مش مستعملة. آه بتبقى مميزة في الوكالة جوه جراج الوكالة. اللي عاوز الحاجات ديت هيلاقيها فين؟ هيلاقيها جوه جراج الوكالة. وفي بناطيل مقاسات خاصة، بيج سايز. البيج سايز دوت اللي هو المقاس الواحد. لكن في مقاسات خاصة، وفي بناطيل جينز، وفي قمصان رجالي زي ما انتوا شايفين كده. القمصان جديدة. حوالي كانت القطعة ب150 حاجة زي كده، يعني مش غالية. وفي بناطيل جبردين. عارفين الجبردين غالي. بصوا القمصان الرجالي جميلة جدا. في الكراهات بأشكاله برضو ألوانه. وبصوا الحاجات بالتيكت. الجلابية ديت البيضة دي، بصوا بالتيكت. الجلابية ديت لو هتجيبوها من بتوع الجملة اللي في العتبة هتجيبوها غالية جدا، من هما اللي بحاجات الدفة هتجيبوها غالية جدا. ف... فالحاجات دي فالحاجات دي جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده بفد لكم الحاجة. هو بصوا أول ما تخشوا من جراج الوكالة هتمشوا شوية، هتلاقوا قدامكم على طول الفرشة ديت، وفرشة أحمد زيزو. وفي فرشة تاني برضو حاجات جديدة، لكن في بنات مستعملة جوه جراج الوكالة برضو، اللي هي الحاجات ام25 وام50، دي حاجات مستعملة. وفيها حاجات لقط برضو. بس يعني اللي عاوز حاجات ستاندر وحاجات زي كده بالتيكت بتاعها، وحاجات جديدة مش مستعملة. اسكوتات هتلاقوها فين؟ هتلاقوها في الفروشات ديت. بتيجي البنات متقفلة من مكانها. وفي ممكن تلاقوا حريمي، اهو حريمي. صراحة الخسران اللي ما ينزلش جوه جراج الوكالة ويشوف الحاجات ديت.
الحاجات دي برّه غالية جدًا. يعني انتوا جوه جراج الوكالة صراحة هتاخدوها ب150، واللي زي ما شُفت أول الفيديو كده ب250. 100 250 و150 برضه حاجات مش فلوس برضه بالنسبة للأسعار اللي إحنا فيها. ودي برضه كانت فرشة stand مميز برضه جوه جراج لأ، ده في ممر زهران بقى. كان يوم الأحد برضه، التصوير ده يا جماعة كان يوم الأحد. جوه عند ممر زهران. ممر زهران اللي ما يعرفش ممر زهران ممكن تخشي له من شارع أبو العيد الجديد. هتسألوا على أي حد، هتسألوا أي حد عفوا إن انتوا هتروحوا ممر زهران ازاي. بعد معرض مسعود هتمشوا شوية هتلاقوا شارع هتدخلوا فيه، هتلاقوا هتفضلوا ماشيين هتكسروا يمين. ربنا يجعلنا من أهل اليمين. هتسألوا هناك على ممر زهران. ممر زهران ده اللي قبل ممر الشبيكة وعش النخلة، اللي فيه بواقي الفنادق والفوط القطن والملايات والكوفرتات والحاجات دي. ممر زهران قبله يعني ما يتوهش. أول ما تقولوا ممر زهران عاوزين نروح ما يتوهش. بتبقى الاستندات ديت فرشة يوم الأحد علشان المحلات بتبقى قافلة، فبيفتحوا قدام المحلات. بيحطوا الاستندات دي يوم الأحد. أي قطعة من هنا ب250 جنيه. الناس اللي بتحب الحاجات الرياضية آه، ينزلوا ويشتروا من الوكالة. الوكالة دي كنز مخفي على فكرة. من جوه فيها استندات جامدة جدا. بس عاوز اللي عنده صبر ويدور هتلاقوا حاجات جميلة. أنا باجيب لكم الحاجات اللي انتم مش شايفينها، والحاجات اللي انتم مش واخدين بالكم منها، والأماكن برضو. فاحنا بنصور وبنعرضها على أساس تعرفوا المكان ده فين، وتشتروا من عنده بأرخص الأسعار. لأن انتوا عارفين الوقت اللي احنا فيه ده الحاجات كلها غالية. ممر زهران اهي اليافطة جملة وقطاعي. معرض زهران جملة وقطاعي. الفرشة دي واقفة قدامه. جبت لكم الإشارة اللي بتحدد عندها وقفة الستاند على أساس إن انتوا ما تتوهوش. نبقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة. يعني انتوا لما تاخدوا مثلا ما حد ياخد جاكيت زي من ده ب250 واقف عليه بنطلون عند الفرشة اللي احنا شفناها عند زيزو جوه جراج الوكالة حلو برضو. الحاجات دي ب120. أطفال بس عشان لسه احنا في السيزون أول السيزون. يعني يعني لو استنينا شوية الشتاء ينزل أكتر وأكتر هتبقى الحاجات دي ب65 75. هتبقى أرخص من كده طبعا بس عشان لسه في أول السيزون. فالأسعار غالية انتوا عارفين طبعا. عشان مش كل الوكالة نزلت الشتوي. لما الوكالة بتنزل الشتوي كلها بت... الأسعار بترخص. وهنا برضو بصوا برضو ديت حاجات من البنات برضو. صراحة الوكالة دي كنز مخفي بجد. بالنسبة للحاجات اللي بصوا الحاجات دي جديدة. بالنسبة للحاجات اللي هي البنات وكده. الحاجات دي كانت في جديدة وفيها لأ. الحاجات دي كانت القمصان ب10 جنيه جوه جراج الوكالة. اللي يعرف أم منى اللي هي عند بوابة التصدير ممر الشبكة آه هيلاقي دكانة مفتوحة جنب أم منى. والحاجات دي بتاعة الأطفال عنده. أي قطعة من هنا كانت ب10 جنيه. فيها حاجات لقط. فيها حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش. يعني القميص ده ب10 جنيه يا بلاش للأطفال. يعني كان فيها حاجات لقط الأطفال ب10 جنيه. لكن فيها حاجات طبعا تنفع لأ فيها حاجات ما تنفعش. هو بيحط ده مع ده وانتوا بقى بتنقوا بتشوفوا بقى الحاجات لقط بقى. يعني بتطلعوا حاجات. والقميص ده ب10 جنيه. ايه بس عاوز مكوى بس جديد. لكن البناطيل دي اللي انا مسكتها دي مستعملة طبعا. فانا بقول لكم في حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش. انتوا بتدوروا بقى وايه وبتطلعوا الحاجات من عنده. وهو بيسيب الناس صراحة تنقي زي ما انتوا عاوزين. ما بيتكلمش. احلى حاجة في الوكالة اللي انتوا بتنقوا الحاجة ما بيتكلموش سواء على الستاند سواء من فرشة او ما شابه ذلك. ما بيتكلموش بكم ده نقوا براحتكم. فده احلى حاجة في الوكالة. وزي ما ذكرت اي قطعة من هنا ب10 جنيه. بيفتح على ما اعتقد بس يوم الحد. يعني ممكن لو رحت اي يوم ممكن ما تلاقوش الفروشات ديت. الفرشة ديت بالظبط جنب ام منى اللي في ممر الشباكة اللي هي بتبيع الستاير والملايات والحاجات ديت اللي هي مستعملة.
وقبل الفرشة بتاعت بواقي التصديق.